ورجعنا لكم تاني والفقرة الرياضية والمحلل الرياضي زميلنا الناقد مينا يونان. أهلا بيك. الأهلي واللي حصل امبارح. والله الاهلي زي ما قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت ان هو بيمشي على سطر ويسيب سطر. يعني انا مش عارف الاهلي برضو عمال في النازل، ما اعرفش ايه في الكره المصريه. الزمالك برضو تعادل اهو، رجع بنقطه يمكن بس الزمالك برضو خد بونت، يعني حاجة كويسة يعني يعني. حاجه كويسه. بس الاهلي هو عمل ماتش حلو قدام ريال مدريد، بس بعد كده انت فين؟ مم. الاهلي ما فيش خالص. كل اللعيبه اللي اتألقت في كاس العالم زيرو، يعني اولهم عبد القادر زيرو. الشناوي كرة زي ديت ما تخشش منه، يعني ما تخشش فيه، سوري. يعني هي جون غلطة مصر طبعا، ما فيش كل كلام، بس الحراس بكل جواد كبوة يعني ان يحصل خطأ من حارس مرمى وارد. موجود وارد. كبار نوير حصل منه أخطاء، ولكن النادي الأهلي ما يقدرش يعوض ده، صعب شوية. هو مش صعب على النادي الاهلي. بقول لك ما يقدرش يعوض، صعب قوي ان الاهلي ما يقدرش يعوض يعني. ازاي يعني؟ يعني الاهلي كان يقدر، بس الاهلي ما كان جاش. يقدر، الاهلي بس ما جاش بس تقريبا. عايز اقول لك ان الاهلي فلت من ما ثلاث جاش اجوان، ما من جاش ما ثلاث جاش. اجوان وفي الجون بتاعهم على حق ربنا فعلا الجون بتاعهم صح 100%. يعني يعني 100% اختلف جون. الاراء، اوف سايد اختلف فيه ناس، ما مش ده حدش اختلف موضوعنا. يا استاذ طارق. ولكن النادي الاهلي فعلا استاذ بيعاني طارق، في مش حاجه. النادي الاهلي اللي يفضل قاعد مستني 90 دقيقه. انا بقول تملي الفرقه اللي نازله تكسب عندها 90 دقيقه، مش مستنيه حتى في مشاكل عشان الوقت بدل الضايع، وليه الوقت برضه مع بدل. احترامي الكامل لفريق الهلال، يعني ده النادي الاهلي. بالظبط كده، هو ده اللي بنقوله. المفروض الاهلي بقوته ده 10 بطولات افريقيا. بس حاجه غريبه ان يعني الاهلي انزل عمره ما قطع. كسب على ملعب ام درمان خالص. ده الاستاد الوحيد الاهلي عمره ما كسب عليه. مش بيتفائلوا بيه ولا ايه؟ ما اعرفش، في حاجه غريبه. ولكن خليني ارجع واقول لك جمهور، يعني الجمهور امبارح ما كانش على قد المستوى وما كانش على قد خلينا نقول المسؤوليه. ان خبره لاعبي الاهلي المفروض عندهم الخبره ديت ان هم ما يتاثروش بشتايم. يعني ده احنا ما صدقنا ان احنا خلصت ان احنا بنلعب بره وبنلعب جوه يتشتم، وكل اللعيبه بتتشتم. احنا فعلا ما بنشوفش دوت غير في افريقيا. يعني حتى في الدول العربيه، في اشقائنا في السعوديه وفي الكويت وفي الامارات مفيش وفي الكلام ده، مفيش، ما فيش ملاعبنا كلها فاضيه. اه. يعني في افريقيا بس، ما برضه السودان دوله عربيه شقيق يعني. السودان لما بيجوا هنا بنشوفهم على راسنا من فوق. اكيد يعني طبعا، ما واي اعرفش حد ما بيجي، اعرفش اي حد بيجي مصر هنا شتايم بنشيله. وشتايم بالفاظ ما يجبش. والمفترض الاتحاد السوداني هو اللي يعاقب على طول النادي الهلال عشان جمهوره، علشان حتى احنا مش ممكن ده يحصل من النادي الاهلي هنا، مش ممكن، المفروض ولا من جمهور النادي الاهلي. انت دلوقتي الاهلي بقى في موقف برضو صعب زي الزمالك بالظبط، زي بدايه هي الزمالك. الحسبة العادية اللي كل سنة بنتحط فيها، واحنا اللي بنحط نفسنا فيها، والماتشات السهلة بنهدرها ونرجع نقول احنا فين. الاهلي صعب جدا. يا ريت اسمع منك، الاهلي ايه الفرصة بتاعته؟ الفرصه بتاعته ان هو يكسب القطن ويكسب يكسب قطن رايح جاي، ها؟ طبعا. قطن ما هو الكاميرون. لازم هو دلوقتي ما يفكرش في اي حاجه غير ان هو يعد نقط، لان انت ما عندكش اضعف فرقه هي القطن. ما المفروض خدش ولا تاخد. بونت القطن، الاهلي ياخد القطن رايح جاي ب6 بونت، اتمنى هو وياخد الفرق. الهلال يبقى 9. المفروض وصن داونز وسان داونز لو خد منه نقطه يقعد بقى يستنى نشوف ياخد الدنيا. نقطة هناك في جنوب افريقيا، وناخد 3 هنا. الاهلي ما قداموش سان غير، داونز صعب جدا انت جدا ما قدامكش غير جدا. الفوز في كل سان داونز، المباريات. احنا دلوقتي اي حد من جمهور النادي الاهلي بتقول له سان داونز بيفتكر الخمسه. خلاص يبقى صن داونز بيفتكر اللي الخمسه. هيصعد لو بوجهة نظرك كده. ما هو انا طبعا اتوقع ان سان داونز والاهلي، حتى رغم فوز الهلال امبارح. الزمالك الزمالك كل اللي عنده، انا مش فاهم فريرة برضو. هو انا مش هلوم عليه غير في حاجه واحده بس، الجزيري. انت ليه مصمم عليه؟ ما انت عندك يوسف اسامه نبيه، ما تنزله، غير بقى. صحيح. ده حتى الناس بتغير العتبه بتاعتها يعني. صحيح. بس صفقة اليو ديانج، تسمع عندك تأكيد ليها؟ انا مع مين؟ اليو ديانج؟ نعم. ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ اه. لا انا عارفه بس بستعبط، بس انا ما اعرفوش. ليه؟ نجم النادي الاهلي ورايح يعني بشكاش تركي بيدفع فيه رقم كبير، وصفقة تبادلية، يعني هاخد فلوس كتير في صفقات وهاخد في هاخد صفقات راس حربة عدت في صريح. الاهلي وفي الزمالك عابره. يعني احنا هنعدي الكلمة بتاعت ان انت مش عارفه او بتستعبط له دي، يعني لا انا هنعديها. بقول على نفسي، مش بقول على حاجه. انا آه. اتاسف طبعا، بس هي الفكره فكره ان في صفقات. لا طب ما في ناس، وبيرسي تاوي يعني مش احسن حاجه يعني. لا في صفقات يعني. طب اشمعنى ما بنجيبش سيره علي معلول؟ ما نجم. طبعا. نجم طبعا. وبيتشال فوق الراس بصراحه، يعني لعيب يحترم. لعيب يحترم، عمل تاريخ في النادي الاهلي. الاهلي بيعاني ولكن قادر. الفقره الرياضيه طبعا هي فقره بتمر بسرعه عشان بتبقى جميله شيق. انا شخصيا بستمتع بزميلنا مينا يونان. شويه متعصب، هو زملكاوي متعصب شويه، شايف الاهلي بشكل زملكاوي، ولكن الاهلي يمرض لكن لا يموت. الاهلي قادر في ظروفه الصعبه دي، فعلا الاهلي بيئن، ولكن يقدر
ياخد القطن الكاميروني رايح جاي ادي 6 بونت، ويقدر ياخد الهلال هنا في ملعبنا 9 بونت، ويقدر ياخد سان داونز يوم السبت الجاي على ملعب استاد السلام 3 بوينت، يبقى معايا 12، واتعادل مع سان داونز في جنوب افريقيا يبقى معايا 13، اصعد اول وما اسيبش للظروف اي فكره. وقتنا